السلام عليكم. العبد الله مؤخرا اتعلم كام حاجة عن مصر القديمة وأجدادنا واللغة، وعايز أتكلم عنهم. وأنا شايف إنه مهم إن أنا أعمل الفيديو ده بالمصري، لأن أنا في فيديوهات تانية عاملها بالإنجلش، وفي فيديوهات تانية إن شاء الله بعملها برضه بالإنجلش. بس الموضوع ده يخصنا، وبعدين لسه قايل في حاجات اتعلمتها عن اللغة كمان المصرية، فمهم إن أنا أتكلم بالمصري. ممكن أعمل الفيديو ده بالإنجلش بعدين، مش عارف، ما علينا. الفيديوهات دي mainly انا مش بعملها علشان انا عارف كل حاجة في الحاجات دي فهشرحها، لا انا بتكلم بس بفضي الافكار اللي هنا علشان اخد الموضوع خطوة خطوة وكده، واعرف اركز في الحاجات اللي جاية، لان في حاجات كتير قوي في الموضوع ده. خلينا ناخد واحدة واحدة. الفيديو ده عموما انا هعمله عن موضوع ان اجدادنا ما كانوش كفار وكده، وبعد كده بقى ممكن فيديو تاني يبقى عن اللغة. ما علينا. زي ما لسه قايل دلوقتي، واضح ان اجدادنا ما كانوش كفار المصريين، لان لقوا في دندره معبد، وانا حتى ما اعرفش اسم المعبد ايه، ومش مهم، مش هبص دلوقتي، مش هدور دلوقتي. زي ما قلت لازم اخد الموضوع خطوه خطوه، بس خطوه خطوه، عشان في حاجات كتير اتسرقت، في حاجات كتير اتحرقت، في حاجات كتير راحت منها، حاجات علماء مسلمين اللي كانوا كاتبينها. ودي حاجه بتثبت لي برضو ان اجدادنا ما كانوش كفار، لان علماء مسلمين زي ذو النون المصري الاخميمي مثلا، اللي كتب كتاب كان فيه بيعلمك ازاي تتكلم مصري قديم، والكتاب ده راح تقريبا في كام صفحه منه على النت، بس الكتاب نفسه مش عارفين هو فين. في ناس كتير بتدور عليه، باحثين وكده، وممكن يكون موجود وانا ما اعرفش يعني. هو بس اللي انا سمعته مؤخرا هو ان هم مش لاقيين ويدوروا عليه. ما علينا. دي بتثبت لي عموما ان اجدادنا ما كانوش كفار، او واحده من الحاجات بتثبت لي ان اجدادنا ما كانوش كفار، لانهم لو كانوا كفار كانوا علماء المسلمين، يعني علماء المسلمين كتبوا حاجات عنهم. يعني سبحان الله يا اخي، يعني علماء المسلمين نفسهم، اجدادنا المسلمين ما كانوش بيكرهوا اجدادنا المصريين ولا شايفينهم كفار وعبدة اصنام ولا حاجه. الكلام ده جه بعدين، جه من المستشرقين اللي جم ترجموا حاجتك هنا وعلمونا ان اجدادنا كانوا بيعبدوا آلهة كتير، وحورس وأنوبيس وإيزيس، وكل دول كانوا موجودين. بس الكلمة اللي كانت بتقال عليهم بالمصرية القديمة كان اسمها نثرو، اللي أقرب معنى ليها بالمصري أو بالعربي طاهر. ودي هتكلم فيها دلوقتي. بس هو في نظرية بتتكلم عن نظرية مؤامرة، إن هما لما ترجموا الكلام ده عملوا كده بقصد عشان يكرهوك في جدك او في اجدادك، يعني فيعرفوا ان هم يسرقوا حاجتهم من غير ما انت تتضايق. لان انت لما تبقى فاهم ان اللي عمل الحاجه دي كافر، هتسيب الحاجه تتاخد عادي، فيعرف يسرقك ويعرف ياخد حاجتك من غير ما انت تعترض. معظم المصريين دلوقتي لو حد لقى اثار هو اللي بيروح يبيعها على طول. القصة بتاعت هم ما كانوش كفار وكده شبيهة أوي بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والمدينة والمكان، القوم اللي هو أرسل ليهم أهله كده. لأن أجدادنا في البداية هم كانوا بيعبدوا إله واحد. هو ده الكلام اللي موجود في معبد الدندرة، إن مكتوب واحد من النصوص المكتوبة، يعني إن في اسم بتاح إله واحد ليس له ثاني، خلق الكون بقوة الكلمة. هي دي لوحدها بس، من غير أي، مش محتاج حاجة تانية عشان أعرف كده خلاص إن هم كانوا مؤمنين بالله. لأن الله سبحانه وتعالى زي ما احنا عارفين حتى في الإسلام هو ليه كذا اسم، ليه أسامي كتير أوي. كان في أسامي تانية مختلفة عن أسماء الله الحسنى اللي احنا عارفينها في الإسلام، موجودة في الأديان السماوية التانية اللي نزلت، وفي الصحف اللي نزلت على سيدنا إبراهيم، في رسل كتير نزلوا من بعد سيدنا آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا آدم ربنا قال علمنا آدم الأسماء كلها. فالقصة الحقيقية عن أجدادنا اللي الترجمات يعني من حاجات تاني، في حاجات كتير راحت، بس الترجمات بتشير بقى لترجمات لما حد مصري من هنا بقى من عندنا احنا اللي يترجم، لما المسلمين علماء العرب اللي يترجموا. مع الأسف زي ما قلنا الحاجات دي راحت، بس اللي انا مصدقه واللي انا فاهمه واللي انا شايفه ان هم كانوا ماشيين على دين سيدنا ادم عليه السلام. وبعد كده الناس بتسهو وتبعد شويه عن الدين، فربنا يبعت رسول تاني فيتبعوه، منهم فرعون اللي في غلطه كبيره عن اسمه برضه، لان اهلنا ما كانش اسمهم الفراعنه. كلمه فرعون مش اسمها ملك، مش معناها ملك، وفي نظريه بتقول ان معناها البيت العظيم، بس في علماء برضه دلوقتي بيقولوا مصريين
ناس فاهمة كده ودارسة، مش مصريين أي كلام، بيقولوا لا برضو ما كانش معناها البيت العظيم. ده كان لقب الملك اللي كان موجود ساعتها اللي موسى أرسل ليه، وهو كان ملك ظالم. يعني هو كان زي لقب أو اسم عيلة، لأن الملك لما بيقف بيتوج بياخد ألقاب كتير على حسب الحاجات اللي بيعملها، الإنجازات اللي بيعملها. يعني مثلا، بس برضو حتة أنا أشرحها بعدين في الفيديو، لكن عموما كل الملوك كان بيدعى عليهم حورس. النظرية بتقول إن حورس ده ما كانش إله، كان إنسان عادي، وكان هو أول ملك على المملكة المصرية الرسمية اللي كانت بتتكلم اللغة المصرية القديمة اللي كانت بتتكتب بالخط الهيروغليفي والهيراتيقي والديموطيقي. بالمناسبة هيروغليفي مش معناها لغة، ده خط من الخطوط اللي كانت بتتكتب بيه لغة واحدة. ده كان الخط المقدس اللي بيتكتب بيه على المعابد. وأنا عارف إن أنا عمال أخش أبقى في شارع رئيسي وأقوم داخل في حارة ومن حارة لحارة تانية، بس إن شاء الله هرجع على الشارع. يعني مهم، الهيروغليفي الخط المقدس اللي بيتكتب بيه على المعابد وعلى جدران المعابد والمقابر وبعض النصوص الدينية، بس هو محتاج، هو رسم فمحتاج دقة ومراعاة، وكانوا بيحترموه قوي كمان. الهيراتيقي كان نفس الهيروغليفي بس مبسط عشان يبقى أسرع في الكتابة، برضه كان بيكتب بيه النصوص الدينية وكده، لكن لما يكون واحد عايز يكتب مش يرسم. والديموطيقي كان الخط اللي بيكتب بيه الشعب المصري بقى في الشارع مع بعضيه، بتكتب جواب لحد مثلا، عقد كده. المهم ان فرعون كان واحد من الملوك على مصر، وده كان اسمه، ما كانش اسمه هو الحقيقي، كان لقب ليه. ممكن يكون كان اسمه حقيقي بس ما اظنش، لكن عموما هامان برضو كان اسم من الاسامي اللي كان موجود. هو كان وزير بتاعه، كان اسم، ده كان اسم بقى عادي زي اسم احمس، زي اسم مينا. وبالمناسبة فرعون مش رمسيس الثاني، عشان اولا رمسيس الثاني في ملح في جثته، لان كل عملية التحنيط محتاجة مية بحر، مية مالحة عشان تنشف الجثة وكده، فكل الموجودات اللي هو فيها نسبة او معظمها اظن فيها نسبة ملح. وبعدين ربنا نجى، هو قال سبحانه وتعالى ان هو نجى فرعون اظن وجنوده كده، لا بس هو نجيناك وبدنك اظن كان بيتكلم عن فرعون بس، لكن احنا لسه ما لقيناهوش، لان ربنا كمان قال ان هو نسف كل حاجه فرعون بناها، ورمسيس الثاني في حاجات كتير من الحاجات اللي هو بنيها واقفه. ودي برضو بتجيبني لنقطه ان لو كان ربنا سبحانه وتعالى غضب على اجدادنا كان محى كل حاجه هم عملوها، لكن واضح ان هم دي هترجعنا تاني لدين ادم عليه السلام وبقيه الرسل من بعده، لان واضح انهم كانوا ماشيين على الدين ده وكانوا ناس صالحين. وهرجع بقى تاني زي ما بقول كده، بخش في الحوار، برجع للشارع الرئيسي، معلش ADHD وحوار كده الواحد بيفكر كتير معاه، عشان كده عايز اعمل الفيديوهات دي عشان افضي شويه من الافكار دي واعرف اكمل، اعرف اتخطاها. المهم انا نسيت انا كنت بقول ايه. هي الناموسه دي بتلعب ضغط سبحان الله. انا نسيت انا كنت بقول ايه. هم كانوا ماشيين بمذهب، يعني في نظريه برضو بتقول ان هم كانوا ماشيين بمذهب الصوفيه، عشان كده كان في تماثيل. وبعدين برضو يعني هو ده اللي بيجيبني تاني قصه سيدنا ابراهيم، لان هم كانوا تماثيل ناس صالحين في البدايه، كانت الناس واخدهم قدوه ليهم، وهي دي بقى اللي بتجيبنا الحورس وانوبيس والحاجات دي. هم كل واحد فيهم كان قدوه في جزء من الاخلاق اللي في المجتمع او من سمات المجتمع. يعني زي ما لسه قايل كل ملوك مصر كانوا بياخدوا لقب حورس، لان حورس فيها الكلمه دي فيها صفات الملك المصري اللي اتخذت قدوه عن حورس اللي هو كان اول ملك، اللي هو كان انسان عادي، وبقى رمزه هو رمز الصقر ده. عشان كده بقى معمول ان هو صقر بجسم انسان، لان هو كان ده الرمز، ده حيوان الرمز بتاعه. احنا حتى بنعمل كده في انتخابات مجلس الشعب لحد دلوقتي، رمز الشمعه ورمز الجبن ورمز الجبنه النستو ومش عارف ايه. فكل واحد في الناس دي كان بيرمز لحاجه معينه في المجتمع. فعلشان انت تعرف تبقى مثلا ملك كويس تبقى حورس، لازم تمشي على نفس الخطى اللي هو كان ماشي عليها، يعني تثبت نفسك للشعب المصري،
يعني مثلا واحدة من أكبر الحاجات اللي تثبتك إن أنت حاكم كويس للشعب المصري هو إن أنت تاخد بالك من الزراعة. لو في فيضانات بتحصل في حتة تعمل سد، لو الناس مش عارفة مفيش مية في مكان معين فالناس محتاجة تزرع هناك بتشق لهم ترعة، وهكذا. الحورس الجدع بيعمل كده، فهي دي المقصود بيها. تاخد لقب حورس لما تبقى ماشي على نفس خطاه. إيزيس بمناسبة حورس، إيزيس أنوبيس، كل إيس اللي في الآخر وأس أي يو إس أو أي إس في الآخر كده كان اليونانيين اللي ضايفينها. فحورس كان أظن حور، أنا بقول أظن إن أنا مش عالم أوي في الحاجات دي، بس أنا قلت كده في الفيديو عشان كده أنا بعمل فيديو عشان أفضل أفكاري بلا بلا بلا. إيزيس أظن كان نطقها الحقيقي إيست أو الست تقريبا، وهي كانت بترمز للست. يعني ممكن تقول الست المصرية لما تكون عايزة تبقى ست مصرية كويسة بتمشي على نفس خطى إيزيس، لأن هي في قصة أوزيريس واللي هي أسطورة، يعني إن أوزيريس اتخانق مع أخوه قطعه اللي هو سيتي تقريبا اللي كان في الصحراء ووزعه على مصر، وبعد كده إيزيس أو الست لمت أوزيريس تاني وجمعته على بعضيه، فبقت الموضوع الموت والبعث وكده وبعد كده حورس بقى الملك. القصة دي برضو النظرية تاني اللي هو لما انت تيجي تفكر تقول طب لو احنا عارفين يعني الأساطير عموما بتيجي من قصة حقيقية فضلت توسع طول ما هي تتحكي وتتقال والزمن يمر. فالقصة الحقيقية كانت يعني ان مثلا أوزيريس شخص عادي اتخانق مع اخوه، بعد كده اخوه خد الحكم فهو كان زعلان وكان زي مشتت كده في كذا حتة ومش عارف يلملم نفسه، مش عارف، ما كانش كويس يعني، كان زعلان زي اكتئاب دلوقتي الحاجات دي، كان تايه في الحياة كده. وإيزيس هي اللي ساعدته ان هو يبقى يلم شتاته تاني ويرجع وياخد الحكم ويديه لحورس حاجة زي كده، وحورس هو اللي بقى أول ملك مصر. أتخيل القصة دي قديمة قد إيه، لو حورس كان فعلا أول ملك على المملكة المصرية فليها حق القصة إنها تتطور بعد كده وتوسع وتبقى أسطورة. وبعد كده هم عموما عملوا قصة منها رمزية علشان يرمز أوزيريس للموت والبعث، عشان يعرفنا موضوع الموت والبعث، لأن هم كانوا بيؤمنوا بيه زي ما احنا برضو في الإسلام مؤمنين بالموت والبعث. وبعدين كمان ما ننساش برضو ان شكل الدين عندهم كان مختلف، لان كان في حاجات في الاديان قبل سيدنا محمد عليه السلام، وده في القرآن عندنا بس انا مش حافظ الايتين فهقول ما معناه، ان كان في حاجات متحرمة على اللي من قبلكم احلت اليكم، وكان في حاجات حلال على اللي قبلكم حرمت عليكم، زي الخمر مثلا. ما هو قبلنا كانوا بيعملوا نبيذ وكده بس هو كان وقتها حلال، هو حرم في الاسلام. فهي نفس الطريقة نفس الحاجة، عشان كده شكل دينهم مختلف عن ديننا شوية، لكن ده مش معناه ان هم كانوا كفار. وانا ما عنديش ادنى شك ان في اجيال بعدين في العصور المتأخرة اللي حصل فيها بقى بعد عن الدين وعن حتى اللغة، اللي يعني هقول الحتة دي الاول. حصل في العصور المتأخرة دي ما عنديش ادنى شك ان حصل فيها عبادة اصنام فعلا، زي قصة سيدنا ابراهيم. كانت التماثيل بتاع الناس صالحين، بس بعد أجيال الناس نسيت قصة الناس الصالحة دي والتماثيل دي بتاعت ايه، فافتكروا إن أجدادنا كانوا بيعبدوها فعبدوها هم كمان وهم ما يعرفوش حاجة. أجدادهم ما كانوش بيعبدوها، كانوا بيحترموهم، كانوا بيروحوا يتأملوا عندهم في ملكوت الله وكده، ويحاولوا إن هم يتواصلوا مع أجدادهم، يعني تاخد الحكمة منهم وبتاع. زي ما احنا تروح التراب مثلا، أو أبوك ميت وانتوا قريبين من بعض فتروح التراب تقعد تحكي له، مش هيرد عليك انت عارف كده، بس بتروح عنك شوية. فهي نفس الفكرة، بس كمان المذهب الصوفي بيخلي الموضوع ده ديبر شوية، أعمق شوية. المهم في العصور المتأخرة دي كمان حصل تغييرات على اللغة المصرية جهلة. يعني أحسن نسخة من اللغة المصرية دلوقتي هي المتوسطة، العصور الوسطى في يعني الممالك المتوسطة في مصر القديمة خالص، اللي عملوا اللغة المصرية فضلوا واحدة واحدة يطوروا فيها لحد ما جم في نقطة قالوا بس هي كده اللغة كده كاملة ومثالية، بس ما تعملش عليها تغييرات تاني. بعد كده جت أجيال مشابهة، زي عارف زي إيه الموضوع ده، بقارنه دايما بالعصر بالزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده، اللي هو معظم الوقت في الشارع مفيش أخلاق، تكاتك ماشية بصوت عالي، العيال شعرهم مش عارف عامل إزاي، بيشربوا، الأفراح كلها بايظة. فهي نفس الفكرة، فبدأت الدنيا
بدأ الجهل بقى يشيع وكده والظلام، وهو ده اللي أدى لضعف الملوك، اللي أدى للاحتلالات اللي حصلت، اللي بعد كده تسببت في إن اللغة تروح. عصر البطالمة أصلا اللي هم كانوا إغريق، وكليوباترا اللي هي برضه كانت إغريقية، حتى كلمة كليوباترا دي أصلا إغريقية. لكن كليوباترا التاسعة اللي احنا عارفينها هي كانت كويسة، كانت بتحترم مصر وتاريخها وكده فعلا. التاسعة كان في كذا كليوباترا، دي قصة طويلة تانية. المهم وقتها أصلا كانت الأهرامات ورمسيس الثاني وحورس والدنيا دي قديمة بقالها آلاف السنين بالنسبة لهم، ورغم إن اللغة المصرية كانت لسه موجودة، ولسه كان في ناس من الشعب بتكتب بالهيروغليفية والديموتيقية والهيراتيقية. كان ساعتها أجدادنا تاريخ قديم، ancient history، مش old، مش تاريخ قديم بس، لا قديم جدا. كلمة ancient ترجمتها برضه هتبقى قديم، بس أحيانا في حاجات بتضيع في الترجمة، عشان كده العبد اللي علم نفسه ما استخدمش العربي قوي. يعني الواحد محتاج يتعلم. قصة طويلة برضه هبقى اتكلم عنها في الفيديو بتاع اللغة. المهم فهي كذا حاجة في الحاجات دي مخليه الواحد خلاص بقى عارف ان اجدادنا ما كانوش كفار وكده، وان دلوقتي اقدر ما بقاش مشتت ومتضايق، لان انا بحب الناس دي، بس في نفس الوقت كنت فاهم متعلم ان هم كانوا كفار وعبدة اصنام، فما كنتش عارف احبهم واقتدي بيهم. وده برضه غلط، لان احنا بنتعلم انجليش من غير ما ناخد الباكج كلها من بره يعني عادي. بس دي كانت حاجه مضايقه الواحد، يمكن لان هم اجدادي مش بعيد عني، بس دلوقتي بقيت خلاص عارف يبقى هم كانوا في البدايه كانوا ماشيين على الاديان السماويه. انا ما كملتش الموضوع بتاع فرعون، هو كان ملك ظالم ربنا محاه ونسفه وكده، لان هو كان ظالم، هو كان اصلا شعب مصر كرهه. لكن كل اللي كانوا، لا مش كل، كتير من برضه كان في كل شويه كده كان يجي لك ملك ظالم، بس معظم الملوك اللي قبليه اللي كانوا فعلا حورس كانوا ملوك كويسين، واللي من بعده برضه ناس صالحين كده، ما كانش حتى في داعي ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لهم رسول، لان هم كانوا على ماشيين نفس النهج بتاع من سبقوهم من الصالحين، من الملوك الصالحين. فكل التماثيل وكل المعابد والحاجات دي كانت التماثيل بتاعت ناس صالحين قدوة، كل واحد فيهم بيرمز لأجزاء معينة في المجتمع. واحد كان محارب عظيم مثلا، فبتقتدي بيه، بتعمل زيه، بتمشي على نفس الخطاه، بتتعلم كان بيقاتل ازاي، كانت اخلاقه عامله ازاي، وبتمشي عليها عشان تبقى محارب زيه، فبتاخد اسمه كمان، فبيتقال عليك انت كمان مثلا النوبس، يتقال عليك لما انت تبقى ملك كويس يتقال عليك حورس، وهكذا. كل الاموات بيتقال عليهم اوزيريس عشان هو مات وانبعث، وهكذا. فدلوقتي الواحد يبقى يعرف يتعلم عنهم حتى وهو مطمن. في حاجات تاني، في قصة كتير طويلة قوي، بس اصلا واحدة كمان من الدلائل ان فرعون كان اسم ما كانش معناها كلمة ملك، ان في القرآن انا معرفش هو مذكور كم مرة بس كتير، كل مرة كان بيتقال فرعون مش آل فرعون. في آل فرعون يعني أسرة فرعون، قوم فرعون، لكن كلمة آل اللي هي ألف ولام التعريف ما اتقالتش على اسمه. فرعون كان اسمه هو بس. فحته ان احنا نقول على اجدادنا فراعنه واحده من اكبر الغلطات اللي احنا ممكن نقولها، والواحد ساعات بيحس فعلا ان الترجمات الغلط دي حصلت عن قصد عشان يعرفوا يسرقوا حاجتنا. الواحد بيتضايق من التفكير في الحاجات دي، بس بيقول سيبها على الله ان شاء الله. يعني واحده واحده كده هنتعلم عنهم وهنعرف كل حاجه هترجع، مش زي الاول بس كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وبعد كده الواحد يموت، ولو يعني ربنا رحمه كده وراح الجنة، هيلاقي أجداده دول الصالحين دول هيلاقيهم هناك. طبعا فرعون هيبقى في جهنم، بس أنا مش بس ما عنديش شك، يعني عندي أمل كبير إن الكلام ده صح، كلام إن هم ما كانوش كفار وإن هم كانوا ماشيين على أصل حتة بتاح إله واحد ليس له ثاني، يعني واحد لا شريك له، زي قل هو الله احد، زي لا اله الا الله، هي عامله شبهها بالظبط. بس طبعا نص لا اله الا الله محمد رسول الله جه مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فكان في قبله نفس الكلام ده نفس المعنى بس بيتقال بطرق تانية. والله سبحانه وتعالى ليه اسامي كتير جدا، منهم كمان الله منزلش مع الاسلام، لان عبد الله ابو محمد عليه الصلاه والسلام كان اسمه عبد الله، ولسه محمد ما كانش اتولد اصلا.
فكان في اسامي كتير، وسيدنا ادم عليه السلام كان عارف اسماء الله سبحانه وتعالى كلها. حتى يقال كمان ان في اله في الصين بيعملوا حج برضه، بيطلعوا له جبل كده. ما انا قلت برضه عشان معبد دندره نسيت اقول، هو كان في حج، كان المصريين بيروحوا يحجوا هناك لبتاح ده الواحد الذي ليس له ثاني. ففي اله في الصين اسمه طاو، في نظريه بتقول ان طاو ده برضو اسم من اسامي الله سبحانه وتعالى. فالواحد كل ما يقرا عن هنا وعن هنا هيتجنن، حاسس ان انا يعني مش حته هيتجنن، هي حاجه تفرح. واضح كده ان كله اصلا عمال يتخانق على مين اللي دينه صح، بس واضح كده apparently كله بيعبد نفس الاله. وحته المستشرقين هم اللي بيقعدوا كل شويه لما يجي يدخل نفسه في حاجه يقوم عامل لك 20 اله. مش عارف ليه بيحبوا حته الالهه كتير دي، مش عارف. المهم عجبهم قوي مش عارف ليه. مع ان واحد بس مريحه. معرفش بس المهم. وخلق الكون بقوة الكلمة، موجود مكتوبة برضو في معبد دندرة اللي تاني كان المصريين بيروحوا يحجوا فيه لبتاح. معناها اللي هو يقول له كن فيكون، نفس الكلام بالظبط بس مكتوب بطرق مختلفة على حسب اللغة والدين وكده. هي دي اكتر حاجة مخلياني انا عندي امل كبير في ربنا. كده اجدادي كانوا ناس كويسين وصالحين، ما كانوش مسلمين عشان الاسلام ما كانش لسه ما نزلش، بس الواحد عارف كده لو كان الاسلام ده نزل في عصر كان اجدادنا المصريين القدامى لسه موجودين فيه، وكانوا لسه في عصر قوة، في زمن قوة قبل ما الدنيا تنهار مع الاسف كده في الاخر. وهي انهارت بسبب برضه بعدهم عن الدين ولغتهم اتحرفت منهم، وزي ما الدنيا بايظة دلوقتي كده. ربنا يستر علينا. كانوا لو كان الاسلام نزل وقتها كانوا عملوا زي ما كانوا بيعملوا على طول، ما هو كل ما الرسول ما ينزل فيهم يتبعوه. خلاص ده النهج الجديد اللي ربنا سبحانه وتعالى منزله دلوقتي، ده التحديث الجديد بتاع دين الله سبحانه وتعالى، فلنتبعه. واحنا كلنا عارفين بقى كمان قصة الانجيل الاصلي اللي نزل على عيسى عليه السلام، وان هو كان في محمد وكان في مسيحيين كتير. اول ما محمد نزل الرسالة نزلت عليه، هم كده كانوا عارفين اول ما كان في اشارات وكده ليهم، يعني ان هو مجرد ما ده يجيلكوا روحوا وراه. بس الموضوع الفرق اللي حصل كان عشان كانوا متضايقين ان هو جه من العرب. كلنا عارفين القصة دي، يعني لو كان جه منهم هم كانوا كل المسيحيين دخلوا الاسلام، والقصة ما علينا كلنا عارفينها دي. فاجدادنا كانوا عارفين نفس الكلام، لو كانوا لسه موجودين ولسه حضارتهم ماشية كانوا ما عنديش ادنى شك ان هم كانوا اتبعوه على طول. المهم كده الواحد يعرف يتعلم عنهم اكتر من غير ما يكون حاسس يعني ايه بلخبطه او بذنب، او ان اللي انا بعمله ده غلط لان هم ما كانوش كويسين. لا كده كانوا كويسين، خلاص تمام نكمل. وزي ما قلت برضه هو ما عنديش ادنى شك ان في العصور المتاخره جه بعدين عباده اصنام وكده، في الهبل اللي حصل في الاخر ده اللي هو حصل من 3000 2000 وحاجه سنه كده. فده انا ماليش دعوه بيه. وقصة إن أجدادنا كانوا ناس صالحين، أنا تاني عمال أملي في ربنا كبير. يمكن دي مش القصة حقيقية، بس ده اللي أنا هبقى مؤمن بيه دلوقتي. أجدادي كانوا صالحين. end of story. خلاص. نسيت أقول الفيديوهات اللي أنا اتعلمت منها الحاجات دي هحطها في الوصف بتاع الفيديو ده تحت.